وصفتنا لليوم كيكة الحليب أو كيكة الأشطوطة بدقيقتين بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة، لازم تجربوها. احتجت لي ملعقتين من الدقيق، حضيف عليها 3 ملاعق من السكر، وبعدها حضيف عليها نص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر وملعقتين من الزيت، حضيف عليها 1 بيض مع رشة من الفانيلا، وبعدها أضفت عليها ملعقتين من الحليب، وأقلب كل المقادير لحد ما يتكون معايا الخليط. حدخلها في الميكروويف لدقيقتين بس. وبعد ما طلعتها طبعا ما أحكي لكم قد إيش إسفنجية ومرة طرية، ضغطتها بهذا الشكل وبدأت أسقيها بالحليب وأشربها، وبعدها جهزت لها دريم ويب خفقته وزينتها بهذا الشكل مع الكراميل والفستق وقدمتها. ما أحكي لكم قد إيش لذيذة وطرية وغرقانة بالحليب. وبالعافية عليكم، لازم تجربوها وتعتمدوها.